المباراة الأول بعد أن غاب طويلا عن التسجيل. هكذا هي احتفالية سفيان، يتعاهدون على أن يكملوا الفرحة في هذا الموسم. شوف سفيان استلمها قوية زاحفة أرضية في اللعبة الماضية، بن خالق والتمريرة والاستلام بمهارة وبمراوغة من أمام اللاعب عبد الله الرفاعي، سددها قوية كانت زاحفة أرضية سكنت شباك أحمد حمدان، والزعيم يسجل أولا. الزعيم يسجل أولا من أجل استرداد الصدارة حتى وإن كان يلعب خارج دياره، لذلك الآن يعود ويسجل سفيان أول الأهداف. هنا الفرحة العينوية، هنا البسمة العينوية، هنا عند التقدم العيناوي بهدف. بلاسيوس لعبها عرضية طويلة بالراس الثانية، سجلها سفيان، وضعها سفيان. يضرب مرة أخرى، يتقدم بهدف ثاني براسية صاروخية سكنت شباك النسر سفيان هو من يسجل الآن. سفيان رحيمي، هذه الكرة هنا التدخل من البداية عليه، ثم العرضية العالية كانت بالراس، هل هي بالخطأ في مرمى؟ بالخطأ لا لم تكن بالخطأ، كانت من سفيان. شوف الكرة هذه أقرب، لا والله بالخطأ، هو اللي ارتكب الخطأ، الآخر في هذه اللقطة، اللي يرتكب الخطأ الآخر في هذه اللعبة لاعب نادي خورفكان من يسجل في مرمى لتصبح النتيجة الآن 2-0. هدف عيناوي آخر صديقه اللاعب سيرانو سيمور هو من يسجل بالخطأ في مرمى، وسيزار راموس يتحقق من الهدف، يتأكد من الهدف. هل هنالك أمر ما؟ طارق تيسودالي الآن يتحدث، لكن هذا ماتياس بلاسيوس، كرة العرضية. لذلك سفيان أشار أن الهدف سجل وساهم في ماتياس بلاسيوس، ساهم في الرسام في وسط الملعب. عذرا ينيستا، هذا رسام آخر في ملاعبنا. اللاعب ماتياس بلاسيوس هو من يساهم في الهدف العيناوي الثاني. أصبحت النتيجة 2 في انتظار الآن الفار. هل هنالك أمر ما؟ حكم اللقاء سيزار راموس راح يتابع الفار ليتأكد من اللقطة الهدف اللي سجل. يرجع للفار للتأكد في هذه اللحظات، وأمور حديثة وجديدة أيضا. يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد لبعض التغييرات حسب الصحافة والأخبار، أن اللاعب المصاب يخرج العلاج، لا يمكن العودة للعب قبل مرور دقيقة. هذا مطبق في دورينا، تطبيق النظام العد التنازلي في رميات التماس والمرمى. في حال تجاوز الوقت يمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. هذه من الأمور اللي ممكن أنها تطبق. بينما هذه اللقطة والإعادة لكرة اللاعب سيرانو سيمور، الآن سيزار راموس اتخذ القرار. ما هو القرار يا سيزار راموس؟ بعد العودة إلى الفار، الهدف تم إلغاء بوجود راية. زعلان فلاديميروفيتش، لعبة كوجو، تعود مرة أخرى، لمسة من بعيد، تسديد عيون، لكن العارضة صوتها وصل لوين في اللعبة الأخيرة؟ إلى ركلة جزاء للنسور، ركلة جزاء لنادي خورفكان. هذه الكرة من اللاعب طارق تيسودالي. شوف الكرة اللي رجعت إلى سايمون، ثم بعد ذلك طارق تيسودالي فتح لنفس المساحة، أطلقها قوية، صوتها وصل إلى ملعب الشرق في اللعبة الأخيرة. صوتها وصل لوين؟ هذه العارضة وصل لبعيد في اللعبة الأخيرة. أداما ديالو اللي خلص الكرة الأخيرة، ومحمد عوض الله كان يطالب بخطأ، لكن طارق
كانها العاد ونتابع نشاهد ونتابع. طارق تيسو دالي سقوط على ارضيه الملعب، لا يزال محمد عوض الله يتالم بعد التدخل اللي كان موجود عليه. حكم اللقاء سيزار راموس اتخذ قراره بوجود ركله جزاء، يقول ان الفار خلاص، الفار اكد عليه القرار بوجود ركله جزاء على اللاعب إيريك في اللقطه الماضيه، وكره ثابته الان وركله جزاء. طارق تيسو دالي، طارق تيسو دالي هو على تنفيذ اللعبه القادمه وركله الجزاء لمصلحه نادي. ركله الجزاء تيسو دالي يبحث عن التسجيل، يبحث عن هدف نادي خرفكان ل11 في مرمى العين، بينما خالد عيسى نشاهد ونتابع. تيسو دالي تقدم لها تيسو دالي وضعها تيسو دالي، والنسور يعودون مرة أخرى. خرفكان يبحث عن منطقة الأمان، لذلك يعود إلى اللقاء، يسجل التعادل. صاحب القميص رقم 9 يسجل 9 أهدافا، 9 أهدافا في هذا الموسم. طارق تيسو دالي النسر المغربي يطير بهدف التعادل من نقطة الجزاء، أعاد الأمور إلى 1-1. هذا التدخل اللي كان موجود من قبل اللاعب إيريك، والقرار من حكم اللقاء سيزار راموس المكسيكي اتخذ قراره بوجود ركلة جزاء في شوط المباراة الثاني لتصبح النتيجة الآن 1-1. 1-1. تيسو إلى التعادل، أعاد الفرحة لهذا المدرج، أعاد الابتسامة لهؤلاء اللي يحضرون في هذه الأمسية. رافا يحاول، أعاد الكرة إلى الخلف إلى بلاسيو، ثم التمريرة الرائعة إلى سفيان. اللعبة حلوة، يا سلام يا عيني. العيناوي من أجل الانتصار، من أجل الفرحة، هو لاباكوتشو يسجل الآن الهدف الثاني، يسجل الثاني، والزعيم يعود للتقدم. الزعيم قبل ذلك التمريرة من بلاسيوس، التمريرة الرائعة إلى سفيان، وسفيان وضعها سكنت الشباك. من سجلها سفيان ولا رحيمي؟ المهم بالنسبة للعيناوية الزعيم يتقدم بهدف آخر، الزعيم يتقدم بهدف آخر، لكن قبل ذلك عينك على تمريرة ماتياس بلاسيوس الساحر الكسول. اللعبة وهذه التمريرة لم يلمسها أحد. سفيان سجلها، حاول أن يصنعها، لكن الكرة بحثت عن الشباك، تعرف طريق الشباك، يعرف اللاعب سفيان رحيمي. كد من القرار، هل هنالك ركلة جزاء أخرى في شوط المباراة الثاني لنادي خرفكان؟ نذكر بأن خرفكان الفريق الأكثر حصولا على ركلات الجزاء ب8 ركلات جزاء في هذا الموسم، وفي نفس التوقيت الفريق الأكثر ارتكابا لركلات الجزاء. هذا الاحتكاك وهذه اللقطة، وهنا السقوط في اللعبة الماضية من طارق تيسو دالي بعد مراوغة اللاعب ياشيت. اتخذ القرار سيزار راموس الحكم المكسيكي. ما هو قرار الآن؟ ركلة جزاء على ياشيت وقع في المحظور ياشيت، وركلة جزاء لمصلحة نادي خرفكان. الآن سودالي أدام ديالو، وركلة الجزاء لمصلحة نادي خرفكان. النسور اللي تبحث الآن عن التحليق مرة أخرى، أدام ديالو وخالد عيسى، من الأقرب للتألق؟ أداما ولا خالد؟ أداما وضعها، أداما سجلها، أداما، والنسور يعودون مرة أخرى. النسور تضرب والمرمى يستسلم. هدف يؤكد بأن التحليق لا يكون إلا عاليا، لذلك عادوا مرة أخرى في شوط المباراة الثاني، عادلوا النتيجة. أداما ديالو يسجل ثاني أهدافه،
27 سنة، اللاعب اللي في هذا الموسم سجل هدف في مشواره، يسجل ثاني الاهداف، لكن طارق تيسودالي اللي يصنع الحدث في هذا المساء. وفي شوط المباراة الثاني تركها لأداما ديالو، وأداما ديالو اللي يسجل هدف رقم 14 في دوري الدنك للمحترفين في السنوات الماضية. سجل 13 هدف، وفي هذا الموسم يسجل الآن من نقطة الجزاء هدف رقم 14 وثاني أهدافه في هذا الموسم. هذا أداما ديالو، سفيان رحيمي، سفيان راوغ، سفيان لعبها، والثالث نعم، الثالث نعم، الهاتريك من سفيان، الهاتريك من سفيان. لا هذه المرة لابا من سجل، ولا سفيان العيناوي يضرب الآن، العيناوي لا يطارد الصدارة بل يعود إلى مكانه الطبيعي. هكذا اعتاد أخرى إلى المكان الطبيعي، لذلك عاد للتقدم. هل لمس لابا كوجو أم أنها من سفيان مرة أخرى؟ هاتريك